السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ الواحد قرب طبعا ينسى القعده قدام الكاميرا خالص منه ما طلعش من اول ثانويه عامه الا فيديو واحد، الفيديو اللي انا طلعت في النص بتاع القهوه ده. وان شاء الله بقى ناويين نرجع وكده، وهنرجع بقى ان شاء الله بانتظام، بس في تغيير بس بسيط كده عايزكم تشوفوه يعني معايا، تشوفوه دلوقتي. بس كده، تغيير بسيط بس ان شاء الله هيعجبكم يعني. المهم، هتكلم النهارده عن اكتر 5 كتب اثروا فيا او عجبوني يعني. هو مش يعني هو لا هو محتوى نقدي ولا هو ريفيو للكتب دي، الكتب دي بس عجبتني يعني. يلا بينا. الكتاب الاول معانا هو كتاب سفاري للدكتور احمد خالد توفيق، الله يرحمه. بيتكون من 53 عدد موجودين في 5 مجلدات. الكتاب بقى بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ان في دكتور، يعني دكتور مصري وكده، سافر لمنطقه اسمها سفاري في الكاميرون، والدكتور ده بقى بيتكلم عن المعاناه بتاعته ان هو يستمر في الشغل وان هو يعيش، وبيتكلم برضه عن الامراض اللي منتشره هناك وايه العلاج بتاعها وكده. واحسن حاجه بقى عجبتني انا يعني في الكتاب ان كل معلومه فيه سواء طبيه او جغرافيه المعلومه صحيحه، يعني مفيش مثلا اللي هو مش من خيال، يعني كان معلومه صحيحه فعلا. وفي ناس كتير جدا يعني كانوا في كليه الطب وكده واستفادوا كتير جدا من الكتاب ده، من المعلومات يعني اللي فيه وكده. وطريقه الكتابه طبعا، طريقه كتابه الدكتور احمد خالد توفيق، يعني انا مش محتاج اوصفها، هي طريقه اللي هو يعني ايه، انت متشوق لانك تعرف ايه اللي بعد كده، اللي هو يعني حاجه بجد مش عارف اوصفها يعني، بس الكتاب عجبني جدا جدا. ومن احسن الاقتباسات اصلا اللي عجبتني يعني في المجلد الاول وكده، اقتباس بيقول: هذه هي العبقرية ان ترى الجانب الاخر من القمر بينما ينظر الكل الى جانبه المضيء الواضح. الكتاب التاني معانا وهو كتاب أربعون للعظيم أحمد الشقيري. الكتاب ده هو كتبه يعني لخص خبرته خلال 40 سنة. وهو برضه كاتب في الكتاب إن هو قعد في جزيرة بعيد يعني كده، قعد فيها 40 يوم عشان يعني يكتب الكتاب ده. وكتاب مقسم ل10 أجزاء برضه زي ما انتم شايفين. الكتاب برضو أثر فيا وغير من طريقة تفكيري جدا، لدرجة إن في ابلكيشنز يعني موجودة في الكتاب وكده. نزلتها عندي على الموبايل ولسه موجودة لحد دلوقتي، أنا قارئ الكتاب تقريبا من سنة وشوية ولسه موجودين. وبرضو من الاقتباسات اللي عجبتني جدا موجودة يعني في الكتاب، اقتباس بيقول: الكذب يجعل المشكلة جزء من المستقبل بينما الاعتراف يجعل المشكلة جزء من الماضي. الكتاب التالت معانا الكاتب انا بحبه جدا، هو من نفس الجيل بتاعي يعني وكده، ومن فترة قريبة كان بعت لي نسخة هدية من كتاب لي. الحلو في الكتابات، هو الكاتب الاول هو يوسف عماد، والحلو في الكتابات بتاعته انها يعني مش مملة، وفي نفس الوقت يعني تنفع لحد لو لسه بادئ قراءة، والكتاب ما بيبقاش كبير. يعني هو ليه 3 كتب، اكتر كتاب خد مني وقت تقريبا كان 3 ساعات. فالموضوع حلو يعني، ينفع لحد لو لسه بادئ يعني قراءة او كده. والكتاب التالت معانا هو كتاب 4 عيون. الكتاب بيتكلم عن حاجة منتشرة في مجتمعنا جدا يعني، وهي حاجة وحشة يعني مش حاجة كويسة، وهي التنمر. وبرضه يوسف بيحكي فيه ان في كاتب يعني كده جوه الكتاب، في كاتب. الكاتب ده كان ماشي في الشارع فلقى يعني طفل اتعرض للضرب يعني من اصحابه وكده، فالمهم هو اتأثر يعني بالموضوع مش عارف ايه. وتاني يوم كتب مقال يعني في الجورنال وكده عن التنمر. بعد كده روح وصحى تاني يوم لقى مجموعة كتب أو مجلدات يعني أو وات ايفر هي إيه قدام البيت، مكتوب عليها 4 عيون، فقرر بقى إن هو يكتب يعني كتابه كده. كتاب حلو جدا جدا جدا. ومن الاقتباسات برضه اللي عجبتني جدا في الكتاب، يعني اقتباس بيقول: كلنا ناقصين، ما ينفعش تكون مثالي، انت جمالك ان انت مش كامل. الكتاب الرابع معانا وهو رواية يوتوبيا للدكتور أحمد خالد توفيق برضو. الكتاب هنا بيتكلم عن يعني عن واقع احنا عايشينه، عن ان مجتمعنا يعني مع الوقت هتسود فيه الطبقية وكده، بس طبعا يعني بشكل غير مباشر. وبدور الأحداث حوالين إن مدينة كبيرة، مدينة اسمها يوتوبيا. المدينة دي هي اللي هيبقى فيها بقى كل الناس الأغنياء اللي في العالم وكده، وكل اللي بره يعني ناس فقراء وبتاع. وبرضو بتدور الاحداث حوالين بقى ان ايه، يعني ان في اتنين واحد واحده يعني، قرروا ان هو خلاص احنا زهقنا من كل حاجه هنا وبتاع مش عارف ايه. فعايزين بقى ينزلوا يشوفوا الناس اللي بره يعني وكده. فالمهم بقى يعني بالخروج طبعا بصعوبه جدا ورجوع بصعوبه، بس الروايه حلوه جدا 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 واثرت فيا بجد جامد، غيرت من تفكيري بشكل كبير.
والرواية فعلا مخلياك يعني منسجم مع الأحداث، واللي هو يعني خالق عالم كده مش موجود وداخل فيه بدماغك، فالموضوع حلو جدا جدا. واقتباس بقى عجبني فيها جدا، وهو يعني بيقول: الصخرة تحملت الكثير من الضربات ولكنها تفتتت عند الضربة الخمسين. لم تكن الضربة الخمسون هي ما فعل ذلك، ولكن كل الضربات السابقة. واخيرا بقى معانا كتاب انا كنت اتكلمت عنه يعني في الحلقه اللي هي بتاعه الاكتئاب وكده، ممكن تشوفها هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. هو كتاب الكلب الاسود للدكتور محمد الشامي. وفي الكتاب ده هو اتكلم عن الفرق ما بين الحزن والاكتئاب، وايه هي اصلا اسباب الاكتئاب، وفي برضه اختبارات في الكتاب وكده، يعني بيحدد مستوى الاكتئاب عندك ده لو انت عندك اكتئاب يعني. وفي الاخر بقى جايب اللي هو انواع العلاج بقى، من علاج طبي، وان المريض ممكن يعالج نفسه يعني وكده، وكذلك المساعده بتاعت اهله وبتاع. وفي اخر جزء بقى خالص جايب مجموعه بقى تجارب لناس يعني وكده تعافوا من الاكتئاب وكده. الكتاب ضاف لي معلومات كتير جدا 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 يعني، كم هائل من المعلومات، وكتاب صغير يعني مش كبير، فهيضيف جدا جدا لاي حد هيقراه يعني. بس كده، القراءة والله حلوة جدا جدا، وبتوسع تفكيرك، تخليك مثلا عارف تتعامل، او لو اتحطيت مثلا في موقف اول مرة تتحط فيه ممكن تعرف تتصرف بشكل مختلف. بس كده خلاص، لو عجبك بقى الفيديو اهم حاجة تدوس لايك، ما عجبكش تدوس ديسلايك، تمام يعني. وانا والله مبسوط ان انت يعني قعدت اتفرجت لحد الوقت ده يعني، انا كده مبسوط قوي، تمام. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب، وفي جرس كده جنب السبسكرايب، لازم تتك وتدوس اول لو انت عايز يعني يوصل لك كل حاجة، عشان اليوتيوب فيه بعض التغييرات كده حصلت حاليا يعني، ما عادش اللي هو بيوصل كل حاجة انا بنزلها لما تدوس الجرس وتدوس اول. بس كده، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. كان بعت لي نسخة موقعة من كتاب لي مش موقعة، واقتباسها بقى عجبني.